كل سنة وانتم طيبين، روايح الشتاء الجميلة. الله عليك يا حبيب والديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيلتي واخواتي يا رب دايما تكونوا بخير. اللفت وجمال اللفت بقى وحلاوة اللفت. خلصنا من الزيتون والفلفل والليمون، وبص بقى بنشهيص. ام محمود دايما مشهيصة في المخلل بتاعها. واخدين بالكم؟ هنخلله بالتكة والحركة حصري عند ام محمود. حد عملها تاني قولوا لي، بس هي دي تكاتي وحركاتي والجديد عند ام محمود. انا دلوقتي يا ام محمود لسه عروسة جديدة وما بعرفش يعني ايه اشتري اللفت. تمام. اللفت يا جماعه كل ما اللفتايه زغرت واتدورت كده بقت احسن، وخصوصا هو لسه ايه جديد، تكون خفيفه كده. طب لو جبتها تقيله هتكون شيخه من جوه، هتبقى مفوشه، هتبقى عامله زي السفنج مش هتتاكل. طب واخدين بالكم هتعملي فيها ايه يا ام محمود؟ انا هوريكم. طبعا ده بقى ايه الانيميا كلها، كله بقى البنجر الجميل ده. عملنا ايه؟ هنقول لكم عملنا ايه دلوقتي. ربنا يخليها لي يا رب مرات ابني، ويخليها لبنتها ويخلي لها جوزها. هي نظفت الشويه دول واحنا ايه قاعدين دلوقتي. ده هنعمله بالتكه والحركه وهنوريها لكم، وده بردك هنعمله بالتكه والحركه. انا عايز اقول لكم انه قلبه ابيض زي قلبكم. نفتح من اللي مرات ابني عاملاه؟ لا، هنفتح من الموف ده الحلو ده. سيبكم من اللي مرات ابني عملته. اهو ايه الجمال ده، مفيش حاجه مفوشه. المفوشه اول ما تحطها، شوف انا بضغط جامد ازاي، تروح ايدك نازله فيها لتحت. دي مش عايزه اتعلم خالص. واخدين بالكم؟ هو ده الزيتون. ايه الزيتون ده يا ام محمود؟ اللفت اللي انت تجيبيه فعليا. انت قشرت ده كده يا ام محمود؟ هقول لكم انا قشرته ليه وهنعمل فيه ايه. ده انا هقشره وهنقطعه يا جماعه دلوقتي كلاته. هنقطعه ازاي بقى؟ هوريكم هنقطعه ازاي. معانا الابيض اهو. هتقطعيه ازاي؟ ابيض لابيض كله زي قلبكم بالظبط. هنقطعه كده مش محمل قوي، رقنق شويه. صلي على الحبيب قلبك يطيب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يفاديكوا ليا، ما تحرمش منكم من احلى لايك واحلى شير واحلى سبسكرايب لمطبخ ام محمود. عايزه تعملي بقى البنفسجي ده، في هنا اللي بتبقى الشعيرات اللي هي بتبقى في الارض. ما هو طبعا الايه بيبقى مزروع على جدره كده تحت، فبيبقى فيه الشعيرات. تمام كده. هنشيل بقى من هنا كده، ده كده خفيف كده، ونروح بردك مقطعينه كده. دي القطاعه هيك جزر لفت. بصوا اهي كده اهي. نقطع بقى صغنن كده الصوابع الجميله زي صوابع الست كده، زيك مقنره واموره زيك كده. تمام كده. ونروح جايين بردك من هنا اهي. تمام اهي. وبردك دي نفس الطريقه اهي. انا هقطعه كللاته كده. طب بعد ما تقطعيه يا ام محمود، طبعا هنغسله وننضفه ونروق عليه، ونروح بقى رشينه بشويه ملح ونبيته ايه في قلب الملح لحد الصبح، ونرجع لكم تاني لما نقطع كله ونروق عليه. انتظروني، اوعوا تروحوا في اي حته. اللايك والشير وسبسكرايب لاحلى مطبخ ام محمود واحلى عيله ام محمود، لاحلى مخلل لفت، لاحلى مخلل لفت. احنا بقى عملنا ايه يا جماعه؟ الليفت بقى بالتكات والحركات. عارفين الليفت لما انتوا بتجيبوه من المطعم وتروحوا تشتروه من المطعم الترش يعني بيبقى ابيض كده. احنا عملناه بنفس الايه التكنيك دوت، وهنعمله لكم ونوريه لكم كده. احنا ايه قطعناه ولفيناه بملح من امبارح، لسه ما غسلناهوش. شوفوا الميه قد ايه دي. الميه دي يا جماعه لو تحطيه بيها مرات كتير، انا عن تجربه والله العظيم بيهري. يعني بيهري ازاي؟ عايز اقول لكم ان هو ايه يهبس كده، يبقى طعم طري ما يبقاش ايه خشن، ان هو انت تلاقيه ايه بيقرش. ايوه ما يبقاش بيقرش. فانا ايه هنغسله بقى النهارده. انا عملته قبل من كده بالتكه دي. التكه دي ما عجبتنيش، واخده بالك؟ على العلم ان امي كانت الله يرحمها بتقطعه وتروح رميها في البلاص، وكانت الدنيا بتبقى زي الفل. كان البلاص ده بيبقى فيه خيرات ربنا كلها، وكانت الحاجه بتقعد من السنه للسنه، ولا كانوا يعرفوا الافشخانات اللي احنا عمالين نعملها ده. صلي على الحبيب قلبك يطيب. وده رخر هنغسله راخر. قطعناه هو اللي مقطعاه ده يا ولاد مرات ابني ام فريده. واخدين بالكم؟ ربنا يخليها والله، معاها بنتها وتقطع وتقول لي عشان ايديك ما توجعكش يا امي والله. وده بقى هو. واخدين بالكم؟ الزوجه مرات الابن وتعاملي مرات ابنك حلو، هتبقى احلى حاجه في الدنيا. مرات ابنك مش هتبقى حلوه لوحدها، لا ده هتبقى من حلاوتك انت. ان كانت انت حلوه هتبقى هي حلوه، وان كنت انت وحشه ممكن تكون هي بنت حلال وتمتص غضبك برضك. صح كده؟ وده هنعمله بالتكات والحركات. كل واحده تعامل مرات ابنها بما يرضي الله، ومرات الابن تعامل مسالك يا مرات الابن حما، مسيرك يا مرات الابن حما. دي المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لكم. وانا احلى حما فرفوشه وقرقوشه وكل حاجه حلوه عليا. اي والله أيوة. ما تتكلمي يا بقى. حاضر ما تتكلمي بنت اسراء. ست هضربك بالمعلقه. لا انا مش ست الناس. قولي. ايوه لا والله ما فيش زيك يا امي، ربنا يخليك لي. واخدين بالكم؟ انا ما بعرفش التكشيره يا جماعه، مش حبيبه التكشيره خالص. هنكمل بقى احلى حما فرفوش على فكره، احلى حما فرفوش. انا حما بردك. احلى ام فرفوشه ولا انا ولا حما. يهمك يا ست الكل. اشتمك يا بنت قدام الجمهور ده، اشتمك قدام ولا الجمهور. يهمك. هنروح بقى نغسله ونرجع لكم تاني.
شوفوا بقى يا جماعة الخير، صلوا على النبي. ايه بقى اللي احنا معانا المكونات بتاعتنا اللي هنخلي بقى الليفت؟ معانا هنا ده ملح، الملح اللي هو العادي بتاعنا اللي احنا بنستعمله في المطبخ. هنا روزماري معايا علشان انا ما عنديش كرفس، ومعايا ورق لوري، ومعايا هنا ملح ليمون بردك، محتاجة ملح ليمون، ومعايا هنا معلقة سكر، وهنشوف هناخد منها قد ايه، هي يعني معلقة ونص، هنشوف هناخد قد ايه. ودي هريسة الشطة اهيك اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، طلعناها من الفريزر اهي واخدين بالكم. ومعايا عصير البنجر، ضربت بنجرايه، ونشوف هناخد بردك منها قد ايه. وهنا عملت البنجر ده للانيميا يا جماعه، انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم. البنجر ده للانيميا بقى، بالموز واللبن بالبرتقال بقى. ادي عيالك بقى اللي ما بيرضوش ياكلوا العسل الاسود. ده انا نفسي اعمل كيكه بالعسل الاسود، كانت امي الله يرحمها بتعملها، بس بخاف اعمل الحاجه يا جماعه، بيمرروني، ما بيرضاش ياكلوا الحلويات، واخدين بالكم. والحاجه بقت مكلفه، واخدين بالكم، فعشان كده الواحد ما بيرضاش يعمل حلويات. تمام. وعملنا هنا بردك عصير الليمون اهو، تمام كده. الله عليك يا ليمونات. هنشوف هنعمل ايه. اللي يصبر ينول، اكيد اللي يصبر ينول. تمام. انا لميت عندي البرطمانات والازايز الصغيره الازازه دي بتاع الخل بتاعتي اللي انا بشرب منها يا جماعه. كنت ما بيهونش عليا ارمي الحاجه والله، كنت الاول برمي، دلوقتي لا، بقول يمكن تنفع يمكن تنفع. هنعمل ايه؟ واكيد دلوقتي هتشوفوها هتنفع قد ايه. احنا بنحب العروق دي، واخدين بالكم، بس احنا عشان برستيج القناه ومش القناه، فاحنا هنعبي كده على طول في قلب البرطمانات والازايز لحد ما نملاه. عايزه اقول لكم بقى، شوفوا احنا عبناه في برطمانات، بحيث لما البرطمانات دي كلها ومحوشينها يعني والازايز. هقول لكم بقى على تخليل الازايز ده واوريه لكم، انا مخليلاه يا جماعه فاخر من الاخر، طعمه هو وريحته هتشوفوها دلوقتي. بصوا، عبينا هنا في الازايز بقى التشكيله كده، واخدين بالكم. لمي بقى العيله وعيله العيله والجيران والعيال واصحابك، وعبي زي ما ام محمود عبك كده. هنا بقى عبيت السريم كده، بصوا صغنون وجميل ازاي اهي. ربنا يخلي لي مرات ابني، هي اللي عامله ده كله والله يا عيني، والله ربنا يخليها، هي اللي مقطعه ده كله اهو. بصوا اهو حبيبه قلبي، رغم ان بنتها معاها والله تقول لي لا يا ام عشان رجلي ايديكي وما توجعكيش اهو. بصوا اهو كده. وهنعمل ايه بقى؟ نعمل الخلطه بقى. هنا هو بصوا انا عامله بقى البنجر ضربناه، هناخد منه شويه وحاطه فيه معلقه سكر واحده بس. هشوف هناخد قد ايه منه. هحط كده نصه اهو، بس عشان انا مش عايزاه يبقى اللي هو احمر فاتح غامق قوي كده، ما بحبوش انا كده. وهنا بقى الورق اللوري شويه الزعتر. ورق اللوري ده هحطه على الوش، والزعتر ده الروزماري اقصد هنحطه بردك على الوش. تمام كده. هنحط بقى تاني؟ ده عصير الليمون. تمام. هنحط عصير الليمون كله اهو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطينا البنجر، التليفون كان فصل يا جماعه، وبعدين ظبطته في مسحت فيديوهات عشان نكمل. معايا نص لتر ميه، بس ده نص لتر ميه. وحطينا البنجر، وحطينا وحطينا عصير الليمون. كل لتر ميه يا جماعه نعتبر ان انا معايا دلوقتي لتر ميه، واخدين بالكم. كل لتر له 4 معالق ملح. لو انت بتحبيه ملح زياده حط 5، انا هحط 4. تمام. هقول لكم انا معاكم هحط 5 زيكم اهو. تمام كده. هتحط تاني يا ماما؟ هحط معلقه اهي سكر اهي. سكر للناس، السكر هي معلقه واحده. السكر ليه يا ام محمود؟ عشان القرشه. تمام. وهنا معايا ملح ليمون، هحط بردك اقل من نص المعلقه شويه بردك اهو. كل ده يا جماعه عشان القرشه بتاعته تنيها جميله وزي ما هي. دي هريسة الشطة هي، عايزاها سبايسي ماشي، عايزاها باردة ماشي، اللي انت عايزاه. تمام. هحط منها ادي معلقة 2 3. ولسه هنشوف هنعمل تاني في التكات والحركات. ومعانا اهو الخل اهو، هنحط ربع مج كده. انا حبينا هحط هنا شويه روزماري اهو، بالصلاه على النبي. الواناته وهو لا خفيف ولا تقيل، ده اللي هو السليم. تمام. وده اللي هو الابيض، شايفينه ريحته تحفه، وهو تحفه، والواناته تجنن اهو. بصوا ده اهو. وده اللي في الازايز اهو. بصوا يا جماله يا تكاته يا حركاته. ما رضيتش احط عليه الفلفل الاخضر والله عندي، عشان انا عايزه اخليه كده مع نفسه متدلع كده.
شايفين الجمال ده بقى بيتكلم عن نفسه، وتعملوا وتتهنوا. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. شوفوا الزيتون بقى اللي كنا عاملينه ايام الزيتون في شهر 9. شوفوا ازازه الزيتون الفخر دي، عايزه بس كده ايه، ما اخلص هقول لكم بقى الجمال بتاعها. وشوفوا هنا الايه الليفت بقى جماله دي ازازه يا جماعه، ازازه خل ازاز، بصوا، انما دي بلاستيك، واخدين بالكم. وشوفوا بقى ده برطمان الليف الخيار اللي انا كنت عاملاها ايه من غير ولا نقطه ميه، اطلعه لكم وبيقرش، بس للاسف ان انا صايمه، واخدين بالكم. بس ممكن اخلي مراتي ندوقه لكم يعني، لان احنا خلصناه، ما عادش ده بس من البرطمانات، كنا عاملين شويه حلوين وخلصناه. وده بقى اللي احنا عاملينه هو، ده هيقعد قد ايه معانا يا ام محمود الليفت ده عشان نقعد اللهم بارك كده 3 ايام وتاكلي منه. وهنعمل ليفت رمضان فاخر من الاخر. وده بقى الايه، عايزين بقى نوسع السكه والطريق كده عشان نوري الزيتون والحاجات. بصوا، شوفوا الزيتون وجماله الواناته واللوحه الفنيه اللي اتعملت مع ام محمود ديت. بصوا شوفوا الجمال بقى والتكات والحركات. احلى لايك واحلى شير واحلى سبسكرايب من احلى عيله لام محمود. انتم مربعين في قلبي وعلى راسي، دايما بقولها لكم، ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم. عشان اقول لكم الزيتون مخلل الازاز ده يا جماعه ملوش حل. شوفوا حفيدتي مش عايزه تسكت خالص رغم ان هي عيانه، وحياه ربنا يشفيها، ادعوا لها ربنا يشفيها يا رب. واخدين بالكم اهو. شوفوا الالوانات بقى، وهو اللي كنا عاملينه الزيتون ده بقى انا بهادي منه الحبايب، ده انا بهديش الا للناس اللي غاليين منه بس، تمام كده، وبعمله للناس اللي غاليين، وانتوا اغلى ناس عليا وبهديه لكم بردك اهو. واخدين بالكم. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا معايا بقى هنا الخيار اللي هو كان بدون ميه، بدون ولا نقطه ميه، هنطلع منه اهو. انا بس مش عايز اقرب قوي عشان لو عملت النصبه بتاعتي دي هتتهد. عايز اقول لكم، واخدين بالكم، شايفين؟ استنوا بقى كده، ههد النصبه دي بقى. ده كله وانا قافله الفيديو. طب والله العظيم عمال اتكلم بقى كتير واقول مشعشعين ومنعنعين وفي قلب ام محمود. كنت بوريكم الخيار اهو اللي احنا عملناه من غير ولا نقطه ميه. هو جايب ميته، بصوا تحفه، تعمليه وما تقلقيش من اي حاجه. عايزه اقول لك ان هو، بصي، سمعتي؟ عشان انا صايمه، بس ربنا يتقبل منا الدعاء والصيام، ويشفع فينا الرسول، ويشفع فينا القران، ويشفع تلاوه كتابه العزيز يا رب العالمين، ويسترنا يوم العرض عليه، واجعل لنا القبول ومحبه الايه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللوحه الفنيه دي ما تستاهلش احلى لايك منكم واحلى شير واحلى سبسكرايب لام محمود. اللوحه الفنيه الجميله اللي زي العسل اللي شبهكم دي، كل سنه وانتم طيبين، تعملوا في بيوتكم وتتهنوا، الف هنا وشفا على قلوبكم، واحنا معانا للاخر فاخر من الاخر مع ام محمود. ربنا ما يحرمني منكم ولا من لايقاتكم، وانا عارفه انتوا جدعان وحلوين وبتقدروا وانا بقدركم وانتوا بتقدروني، والمشاهده واللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود. اقول لكم سبتكم في حفظ الله ورعايته وامنوا.